وضعت الانتخابات أوزارها، ووضعت الأحزاب أقدامها في المجالس، ومن الأحزاب من لم يتمكن من دخول المجالس. بعد الرابع من شتنبر، ما هو مستقبل الخريطة السياسية في المغرب؟ وماذا سوف تقدم هذه الأحزاب في تدبيرها المحلي للمواطنين المغاربة من طنجة إلى القويرة؟ قبل فترة ليست بالقصيرة لطالما تابعنا النخب السياسية والأحزاب والفاعلين يطالبون بهامش أكثر في الممارسة السياسية وتسيير الشأن المحلي والقضايا الكبرى في المغرب. وبعد دستور 2011 ها هي الكرة الآن بين أقدام الأحزاب والنخبة السياسية. المواطنون قالوا كلمتهم في الرابع من شتنبر، والتحالفات صنعت مجالسا جديدة سوف يحاسبها ربما المواطن بعد حين. وفي الأفق تلوح انتخابات تشريعية جديدة فيها موازين القوى غير محسومة حتى الآن، لكن الانتخابات الأخيرة تبقى مؤشرا مهما. بين هذا وذاك تبقى القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، دائما في الواجهة، لكن يبدو أن النخب السياسية تنتظر دائما حدثا لتكون في ردة الفعل. والحدث جاءنا من السويد بستوكهولم، وما قيل عن استعدادها للاعتراف بالبوليزاريو كدولة قائمة الذات. رد فعل دبلوماسي مغربي في انتظار ما يمكن أن يخلفه في المستقبل على القرار السويدي والدول الإسكندنافية. هذه بعض النقاط التي نفتتح بها هذا الموسم الجديد من العاصمة في حلقة أولى هذا الموسم بعد توقف خلال الفترة الانتخابية. أهلا بكم من العاصمة. أهلا بكم من العاصمة. إذن وفي حلقة هذا المساء التي نصورها الخميس فاتح أكتوبر، فيها أستقبل زميلي الصحفيين حسن عين الحياة. مساء الخير. مساء الخير. أنت رئيس تحرير أسبوعية المشعل. شكرا. مرحبا بك معنا من العاصمة. شكرا. ومعنا منير الكتاوي الصحفي بأسبوعية الوطن الآن. مساء الخير. مساء النور. وأنت أيضا صحفي بموقع أنفاسبريس.com. مرحبا بكم. طيب، نبدأ بمسجدات قضية الصحراء على أن نتحول للانتخابات وموازين القوى بالأحزاب السياسية في المستقبل. السويد خلقت الحدث في هذا الأسبوع بالحديث عن استعدادها للاعتراف بالبوليزاريو، ولكن أنطلق من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الموجه للأمم المتحدة الأربعاء، والذي قال فيه أن المغرب لن يقدم على أي خطوة غير مسؤولة في ملف الصحراء. كيف يمكن قراءة هذا الخطاب الملكي أو هذا الجزء تحديدا من الخطاب الملكي والمعالم الكبيرة التي يرسمها العاهل المغربي دائما لقضية الصحراء؟ بالنسبة للكلمة التي قالها الملك محمد السادس التي وجهها الأمم المتحدة، هي يعني كلمة محسوبة كيحمل فيها المسؤولية الأطراف اللي كتهتم بقضية الصحراء، وعبارة ديال خطوة غير مسؤولة. يعني هي كتدل على أن الملف هو تقريبا في المراحل النهائية ديالو للحل، مادام هو موضوع في الأمم المتحدة، إلا وأن الأطراف المعنية بالملف كتحاول ما أمكن أن تلقى صيغة باش تخرج بواحد الحل مقبول من الطرفين. المغرب دار خطوات كثيرة، بدا بالحكم الذاتي، حاليا مشى للجهوية الموسعة. هذه خطوات يعني كتبين على أن المغرب جاد في الطرح ديالو، بغض يعني بالمقابل الطرح الآخر ديال البوليزاريو هو طرح كل شيء كيقول أنه طرح غير جدي. ولذلك ملي كانت العباره ديال المسؤوله، يعني جميع الاطراف المعني بالامر ان خاصها تاخذ موقف جدي وصارم من هذه القضيه اللي هي قضيه اولى بالنسبه للمغرب. هذا الاقدام السويد على هذه الخطوه ديال يعني الاعتراف بالبوليزاريو هو غادي يجي
باش يشتت جميع هاد المجهودات اللي تبذلت لحد الان في القضيه ديال الصحراء. طيب سأعود لمسألة السويد، أخذ تعليقك على هذه النقطة منير كتاوي، والتحرك الملكي دائما في رسم الخطوط الكبيرة للتعامل مع ملف الصحراء. فعلا أولا شكرا لك وشكرا للطاقم المشرف. صراحة بالنسبة للخطاب الملكي اللي كان في الأمم المتحدة، فعلا ألقى الضوء على عدد من النقاط تبرز على أنه الصحراء المغربية خط أحمر بالنسبة للمفاوضات وبالنسبة للنزاع ككل، حيث حمل المسؤولية الأمم المتحدة وقال بأنه ما يمكنش أنه المغرب ما دام أنه كيصارع المفاوضات وأنه قبل بجميع الشروط أنه يتم تجاهل ديال هذا الموقف ديالو. وبالتالي فما دام أنه المغرب قدم بديل او حل اللي ما ممكنش انه يكون اكثر منه، الحد الساعه ممكن يكون ولكن الحد الساعه ما ممكنش يكون اكثر من الحكم الذاتي. فطبيعه الحال انه لا بد للاطراف الامم المتحده وايضا اطراف النزاع سواء لبوليساريو او الجزائر او موريتان انها تاخذ هذا البديل بمحمل الجد، خصوصا وانه الطرف الاخر كما قال الزميل حسن انه الحد الساعه لم يقدم بديلا اخر غير تقرير المصير. بديل جدي. البديل الان غير جدي كيف ما كيوصفوا عدد من المراقبين، خصوصا في ظل تكتل الدول وفي ظل انه الحد الساعه ما ممكنش نخرج واحد الدوله او واحد الكيان من دوله كالمغرب. طيب، في خطابه الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الفقرة الأخيرة يقول العاهل المغربي أن هي نفس المبادئ والقيم التي يجب أن تحكم عمل المجموعة الدولية في حل الخلافات الإقليمية، كما أن عملها لا ينبغي أن يكون سببا في زعزعة استقرار الدول التي تساهم في العمل والتعاون متعدد الأطراف. هذا يحيلنا على الخطاب الملكي في الذكرى 39 للمسيرة الخضراء التي كان فيها صريحا وتحدث للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحديد موقف صريح من قضية الصحراء. يقول الملك محمد السادس في ختام هذا الخطاب: لذا فإن المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، فالعديد من القوى الدولية تدرك تماما بأن التصورات البعيدة في أو عن الواقع التي تم إعدادها داخل المكاتب والمقترحات المغلوطة لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة، وإننا نأمل أن تواصل منظمة الأمم المتحدة جهودها من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية والتزامها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية لتحقيق تطلعات شعوب العالم إلى السلم والأمن والاستقرار. وكان بهذا الكلمات أن خطب العاهل المغربي الملك محمد السادس وأنها خطابه هذا. هو فيه استمرارية للاستراتيجية الملكية والدبلوماسية المغربية في الفترة الأخيرة، وكما قلت فيها ربما تكملة لما جاء في الخطاب الملكي في الذكرى 39 من الأمم المتحدة، وفي ربما حتى جواب على ما يمكن أن تكون عليه ردة فعل المغرب تجاه السويد أو أي دولة تعترف بالبوليزاريو أو المنتظم الدولي، أن المغرب سوف يقوم بمواقف متزنة ولكن سيحافظ على استقرار بلده. حسن عين الحياة، هذه الفقرة الأخيرة ما هي المسائل التي تستشفها أنت من الخطاب الملكي؟ الخطاب هذه الفقره هذه هي كيف قلتي تتمه او تكمله لما جاء في ذكرى الخطاب المسيره الخضراء الاخير. المغرب الملك دائما محمد السادس كيأكد على ان قضيه الصحراء هي قضيه اولى لا تنازل عنها، ودائما المغرب كيمد اليد ديالو لجميع الحلول اللي ممكن ان تكون ممكنه، لكن كيف يمكن للبلد ان يقبل حل غير ممكن؟ الملك محمد السادس هنا كيثبت على ان كيشير واحد المساله مهمه هي سياسه المكاتب. جميع التقارير اللي كتوصل للامم المتحده عن طريق بعض الدول اللي هي عندها علاقات وطيده مع الجزائر هي تقارير مبنيه في المكاتب، ما كايناش في ارض الواقع. الناس يعني مثلا كاين بعض الجمعيات حقوقيه معطيات مغلوطه تقدم معطيات مغلوطه بطبيعه الحال، لان الواقع في الصحراء المغربيه شيء، وما يرفع من تقارير الى بعض الدول اللي هي فاعله في الامم في المنتدى الدولي او الامم المتحده هي تقارير مغلوطه. السويد مثلا القرار اللي خرج به بناء على واحد الحزب يساري اللي كان متعاطف اصلا مع البوليزاريو وعنده علاقات وطيده مع الجزائر، بمعنى عنده واحد التراكم كبير
الملك محمد السادس في هذه الفقره هذه هو كيوجه اشاره بالدرجه الاولى للسويد، ولكن في نفس الوقت كيوجه الاشاره لجميع الدول اللي ممكن ان تقدم على خطوه مماثله وتحمل المسؤوليه ديالها. حنا بالنسبه لنا هذا مبدا عندنا من قديم، من عهد الحسن الثاني الله يرحمه، كيقول لك حنا المغرب الصحراء في مغربها. الصحراء في مغربها والبوليزاريو في ارض جزائريه. دبر راسو. حنا بالنسبه لنا كنديروا واحد المجهود بني على معطيات صحيحه ومضبوطه. وفين كاين المشكل عندنا حنايا؟ عندنا مشكل في الدبلوماسيه. هذا الخطاب هذا اللي كنعرفوه حنايا، وكاين خطاب هو داخلي، كاين واحد اللحمه داخليه عارفه هذا الشيء. الدبلوماسيه باش توصلوا للجهات المعنيه عندنا دبلوماسيه تقريبا شبه معطوبه. طيب سنتوقف مع غير النقطه الاساسيه هو انه حتى كيجي اللي كيرفع نقولوا مثلا كيدير شويه دوباج او كيرفع الدبلوماسيه، هي كتلقى الخطاب مالك اما يوجه خطاب للامم المتحده او لا خطاب مثلا مباشر للشعب او لا رساله مكتوبه لبان كيمون او لا. اما يعني الخطاب السياسي او الدبلوماسي دائما كتلقى فيه اشارات. البارح مثلا ما كانش غادي يجمعوا قاده الاحزاب لو ما دعاش اليوم مثلا رئيس الحكومه بناء على واحد اتصال مع الملك. اذا ما كايناش مبادرات. سنحاول ونتحدث بعد ذلك عن الدبلوماسيه المغربيه وتحرك الاحزاب. منى كتاوي، هذه الفقره التي ختم بها العاهل المغربي خطابه بعدما تحدث عن التنميه المستدامه في افريقيا، بل وايضا تحدث في خطابه من جديد عن ضروره احترام الهويه الافريقيه والخصوصيه الافريقيه وتخليصها من عباءه المستعمر. ياتي ليخاطب الامم المتحده ويطالبها باحترام ثوابت كل دوله وعدم زعزعه استقرارها، وفي ذلك اشاره للقضيه الوطنيه. هذا الكلام، ما هي الرسائل، اسالك نفس السؤال، التي تستشفها منها انت؟ بالنسبه صراحه الخطاب كان ذكيا في استعمال عدد من المفردات، مثلا التهديد للاستقرار، السلوك، رفض اي مغامره، تجنب اي مخاطر. وهذه الكلمات او هذه المفاهيم هذه هي اللي قامت عليها الامم المتحده في بدايتها في سنواتها الاولى، انه الحفاظ على الاستقرار العالمي، ثم درء المخاطر، ثم عدم خوض اي مغامره من شانها انها تضر بالامن والسلم العالمي. اسقاطا على النزاع في الصحراء، فعلا هو انه الملك محمد السادس يعني يوجه نداء او يوجه يعني توجيه صريح بان اي مساس بالصحراء او مشكل الصحراء من شأنه انه يخلخل الاستقرار وانه يهدم هذا الاستقرار. وهذا الامر هذا اللي كيجعل الامم المتحده دائما انها تحاول الحفاظ على الامن وعلى الاستقرار داخل الساحل الافريقي وجنوب الصحراء. وهذا بين على انه هناك مجموعه من العصابات ومجموعه من الجماعات المتطرفه التي تستغل هذا الفراغ جنوب الصحراء وتقوم باعمال يعني منافيه سواء للقانون الدولي، من بينها هذه الانشطه ديال داعش او القاعده او عدد من التنظيمات القاعديه اللي فعلا انه ناشطه فعلا، وعندها ايضا ارتباطات بينات هذه الاجهزه الاستخباراتيه ماشي فقط مغربيه ولكن اجهزه استخباراتيه عالميه، ان عندها ارتباط ايضا بعض الانشطه ديال الانفصاليه في جبهه بوليساريو، مثلا تهريب البشر، تهريب المخدرات. هذه الامور هذه مش انها يعني تمس بالاستقرار، وبالتالي فالملك اظن انه وضع اصبعه على الداء، انه توجيه يعني صريح للامم المتحده بان تتحمل مسؤوليتها في حل هذا المشكل، ما دام المغرب انه ايضا يعني يتحمل مسؤوليته. طيب، اتحول هنا للسويد، ونحن وذلك أننا لسنا أمام اعتراف رسمي الآن ومباشر من السويد بالبوليزاريو كدولة، ولكن الحديث عن مشروع قرار سيعرض على البرلمان ويقدم بعد ذلك للأمم المتحدة. هل موقف السويد حتى وإن كان في مصلحة الجزائر والبوليزاريو وضد الوحدة الوطنية للمغرب، هل هو بالتأثير الكبير؟ يعني أنت حسن عين الحياة، لما تلقيت هذا الخبر وسمعت المعلومة وتأكدت منها، كيف كان انطباعك الأول وأنت تسمع أن السويد مثلا كدولة اسكندنافية أوروبية تستعد للاعتراف بالبوليزاريو؟ هو يعني ما نقولش كان طابع هذه المفاجأة، لأن تقريبا الشيء كان منتظر، لأن كنعرفوا حنا واحد حنا بعيدين في الدول الاسكندنافية، بعيدة شوية على السياسة ديالنا بصراحة. ماشي بحال حنا مركزين على اسبانيا، مركزين على فرنسا، على بلجيكا، هولندا، شويه المانيا، بريطانيا،
امريكا مهاملين واحد الجزء كبير من امريكا اللاتينيه، عندنا شي دول صغيره اللي مهتمين بهم، يعني كتكون انت عندك تقريبا حدس انه ممكن يوقع يجد، ولكن ملي كيتم الاعلان عليها بشكل صريح كيرفع شويه من ديك المفاجاه، كيعطي ديك الحده ديالها. علاش؟ كيف قلت قبيله انه الحزب الحاكم دابا هو واحد حزب يساري اللي كان اصلا متعاطف مع الاطروحه ديال الانفصاليين، وكان كيدعي ليها بشكل عادي، وكان يعني ملي كان في المعارضه كان كيدعي لها. اذا مادام ولا في الحكومه اش غتنتظر منه؟ غتنتظر منه انه يقدر يفعل هذا القرار، او على الاقل يقدمه كمقترح ولا كمشروع باش يتصادق عليه البرلمان السويدي. القرار يعني تقريبا كان متوقع، ولكن باش انه يكون يعني التوقع يقدر يكون توقع عند واحد النخبه كبيره في المجتمع، اذا كان على الاقل يكون عندنا واحد الخطوه استباقيه. ماشي حنا كان متوقع نتسناو حتى توقع المفاجاه ولا شي حاجه عاد باش نكونوا كنتحركوا ولا حاجه ما كانش عليها الدير ولا شي حاجه، لا كان علينا حنايا تكون عندنا خطوات استباقيه اننا نركزوا دبلوماسيا على هذه الدوله، لان الا كنا شدينا السويد، شدينا اسكتلندا، شدينا النرويج، شدينا الدول هذه اللي حتى هي عندها واحد المجتمع الى اعترفت السويد اليوم بالبوليزاريو بطبيعه الحال غادي تنتشر العدوى في هذيك المنطقه. نتوقف عند النقطه، اذا ما كان سيؤثر قرار السويد على الدول وباقي الدول الاسكندنافيه. منير كتاوي، تعليقك على الخبر؟ صدقني لم يكن هناك عنصر مفاجاه، مادام انه حتى اشهر قليله اعترفت السويد بفلسطين، وخصوصا الدول الاسكندنافيه هي معروفه بطابعها الحقوقي مع الاقليات الكرديه او يعني في عدد من بؤر النزاع. الدول الاسكندنافيه تكون سباقه لتبني مثل هذه الاطروحات، وبالتالي فلما اعترفت يعني السويد بفلسطين قد اقول بانه كان متوقعا، مادام ان هناك ايضا تحركات كانت خصوصا اكتشفناها من خلال التحقيق اللي انجزنا داخل موقع انفاس بريس، وانه لم يكن تنسيق ولكن كان هناك تعاطف، وهذا هو الخطير، بين فلسطينيين واكراد وايضا من جبهه بوليساريو. يعني كان هناك تنسيق مسبق او تعاطف مسبق بين هذه المكونات من اجل الدفع بالحكومه السويديه من اجل الاعتراف بجبهه بوليساريو. وإن كان صراحة أنه الاعتراف بجبهة بوليساريو من قبل السويد الآن في فترة تفكير لن يكون ليس الأول ولن يكون الأخير، مادام أن هناك العشرات من الدول الأمريكا اللاتينية وأفريقيا تعترف بجبهة بوليساريو. هذا ما كانش أنه نبقاو مربعين يدينا، ولكن على الأقل فعلا هو السويد لن تكون في مرتبة من إحدى دول أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، مادام أنه عندها ثقل أممي وعندها يعني مصالح اقتصادية وعندها ممكن تخوف أيضا أنه يكون الدفع بتقديم ملف جبهة بوليساريو كاعتراف لدى الأمم المتحدة. ولكن المفروض هو أنه الدبلوماسية المغربية يعني تكون سباقة. للأسف أنه تقام الدنيا ولا نقعدها، في الآخر نكتشف أنه ما عندناش سفير في السويد. للاسف انه من عهد السيد يحيى بوشعاب اللي كان سفير تما، كنت تعين مؤخرا على راس ولايه جهه العيون الساقيه الحمراء، فكان المقعد فارغ مده سنتين. يعني هذا امر خطير، وبالتالي فهذه الامور المتسرعه انه نعاودوا نرسلوا نعقدوا لقاء ديال الاحزاب ونرسلوا هذه الامناء الاحزاب، حتى هذه الاحزاب الى اي حد انها فعلا عندها خلايا او عندها مجموعات مكلفه بالصحراء. مثلا واش عندنا واحد الميسيو صحراء اللي مكلف داخل هذه الاحزاب بالملف ديال الصحراء، سواء من الصحراويين او حتى من عموم المغاربه، بما ان هذه القضيه دي ما كتهمش فقط الصحراويين، كتهم المغاربه ككل. للاسف هو انه داخل احزابنا ما عندناش واحد التفكير استراتيجي لمساله الصحراء، ومساله الصحراء يعني راه يعني ما نقولوش امر يعني مسقط هكذا، ولكن هذا عايشين معاه يعني صباحا مساء. فالمفروض هو انه داخل هذه الاحزاب هذه تكون واحد الخلايا استراتيجيه للتفكير الاستراتيجي من اجل وضع حلول، وايضا استثمار علاقتها واستغلال علاقتها داخل الامميات. مازال سوف نفصل اكثر في هذا الموضوع، لكن الحكومه تقول انها تشتغل بشكل يومي على ملف الصحراء. احزاب المعارضه البرلمانيه تتذكرون الموسم الماضي كانت قد اعلنت عن تشكيل تحالف رباعي لها دفاع عن الحكم الذاتي، لم نرى منه شيء الكثير. لكن قبل هذا دعونا نتوقف مع تصريح لفيكتوريا دا جيراس، وهي مستشارة في السفارة السويدية بأميباط إلى غاية يوم الخميس. يعني نحن نصور البرنامج، تحدثت وقالت بأن السويد
كدولة لم تعترف بالبوليزاريو، وقالت بأن السويد وأن حكومة بلدها تدعم الجهود الأممية التي تتوخى إيجاد حل سياسي وعادل لقضية الصحراء. هذا التصريح له قراءتان. بعض يقول بأنه بعد التحرك المغربي والدبلوماسي، وإن كان على الأقل من داخل المغرب، على اعتبار أنه حتى الخميس ما زالت لم تسافر أي بعثة دبلوماسية أو سياسية من المغرب إلى السويد، يعني يقول أنه هذا الرفض الكبير للموقف السويدي حتى قبل الإعلان الرسمي عنه من داخل المغرب جعل السويد تراجع المسألة. وهي قالت بأنه المستشارة السويدية قالت بأنه حكومتها سوف تراجع سياستها الخارجية تجاه قضية الصحراء بما يتناسب مع مصالحها في ستوكهولم. فهناك من يتحدث عن مراجعة سريعة من السويد أو حتى تراجع عن هذا الموقف وتأني فيه، وهناك من يرى بأنه محاولة لكسب الوقت ربما وتهدئة الوضع إلى حين أن يحصلوا على الموافقة الرسمية داخل البرلمان ورفع بعد ذلك توصية وطلب للأمم المتحدة. لأي قراءة تميل أكثر أنت حسن عين حياة؟ أنا أميل إلى القراءة الأولى بطبيعة الحال، يعني مراجعة سريعة، لأن السويد كما قال السي منير كتاوي واحد الدولة تآمن بحقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الإنسان وتدافع عن الأقليات إلى غير ذلك. إذن هي لا مجال للمناورة. إذا كانت ستناور لكانت ناورت في قضية في اعترافها بفلسطين. هناك كان ضغط إسرائيلي، ونحن نعلم أن أكبر لوبي في العالم هو اللوبي الإسرائيلي، وضغط اللوبي الإسرائيلي بشتى وسائله ما صور والو. اعترفت السويد بفلسطين. هذا بالنسبة لي أميل إلى القراءة الأولى، هي مراجعة سريعة. علاش؟ لأن التحرك المغربي يعني لحد الساعة ما كاينش تحرك يعني على مستوى قادة الأحزاب. هناك رفض مغربي واضح. رفض مغربي واضح. شعرت، وهناك ربما هناك من تحدث في آذان المسؤولين السويديين بشيء في الكواليس، لأن الكواليس هي التي ترجح هذه الكفة أو ذاك، وهي التي تحسم في كثير من الأحيان المواقف. الكواليس هي كل شيء. أنا أميل إلى هذه إلى الطرح الأول. خلينا نشوفوا رأي منير كتاوي حول نفس المسألة. لا أعتقد بأن توضيح السفارة السويدية في الرباط جاء نتيجة ضغط أو نتيجة تحرك، بقدر ما هو توضيح لمسلمات الأمور لحد الساعة حتى نضع الأمور في نصابها. الاعتراف السويدي بجبهة بوليساريو أو الجمهورية المزعومة يعني ليس مطروحا لحد الساعة. كل ما في الأمر هو أن هناك مقترح قانون قدمه حزب يساري وحزبان، حزب اليسار وحزب البيئة، للحكومة. يعني لحد الساعة يعني الحكومة لم تحسم فيه، وبالتالي فموقف الحكومة السويدية منسجم مع بيان السفارة. يعني أنه لحد الساعة ما كاينش حتى شي حاجة. المقترح مطروح أمام الحكومة، والحكومة تذكر بموقفها المتماشي مع الأمم المتحدة بشأن النزاع في الصحراء، من بأن السويد تتماشى مع الموقف داخل الأمم المتحدة. طيب، المستشارة السويدية في حديثها هذا فيكتوريا داجيراس، وهي مكلفة أيضا بمهمة لدى الأمم المتحدة من قبل السويد، قالت بأن حاليا السويد ربما سوف تنتظر اجتماع الأمم المتحدة المنتظر في نوفمبر حول قضية الصحراء لتحدد ربما خطوط العريضة لقراراتها المستقبلية. لكن قالت مسألة مهمة، قالت بأن الحكومة السويدية تشتغل على تحليل لسياستها الخارجية تجاه قضية الصحراء في المغرب، وذلك تماشيا مع المصالح التي سيجلبها هذا الملف داخل المجتمع السويدي وللسويد. يعني هنا ببراغماتية واضحة وباعتراف صريح أنه في نهاية المطاف نتحدث عن مصلحتي أنا السويد مع أي جهة، مع المغرب أو مع البوليزاريو ومعه الجزائر. يعني القرارات السياسية هناك هذا التحرك الحقوقي، لكن هناك مصالح في نهاية المطاف تحسم الأمور. ما رأيك في هذه المسألة؟ هو تعبير صريح. كتقول لك غادي يكون واحد القرار بناء على المصالح اللي كتماشى مع المواطن السويدي. هذه مسألة معروفة. حنا غير نشوفوا المصالح ديال السويد في المغرب شحال اش كتشكل. إلا خدينا مثلا المصالح الاقتصادية في السويد في المغرب شحال، تقريبا لا شيء بالمقارنة مع المصالح ديال فرنسا أو إسبانيا. أو
يعني هي مصالح في طريق أن ممكن أنها تتضخم مع مرور السنوات، ولكن السويد في علاقتها مع الجزائر أي مصالح لها مع الجزائر، لأن لما كنقولوا البوليزاريو كنقولوا الجزائر، والجزائر هي واحد الدولة اللي نشيطة في أوروبا، ويعني عندها باع طويل في شراء الذمم، في كسب القضايا بالرشاوى، ممكن بصفقات إلى غير ذلك. طبيعة المصالح السويدية في الجزائر مقارنة مع طبيعة المصالح ديال السويد في المغرب هي اللي غتحدد لك الموقف السويدي مستقبلا، مادام ان هذا الخطاب اللي قالته هو خطاب براغماتي كيميل، يعني هي كيشوفوا المصالح ديالهم اولا من غير الجانب الحقوقي، ودي مساله مكشوفه الان، مكشوفه طيب بينا. منير كتاوي، أليست هذه بمثابة ربما عملية ضغط من السويد على المغرب وعلى الجزائر ومع البوليزاريو حول من سوف يقدم لمصالح أكثر اقتصادية بالدرجة الأولى، ثم السياسية ومن سيدعمها في سياساتها الخارجية؟ هل يمكن أخذ هذا القراءة الآن لما نسمع المستشارة السويدية تقول أننا سنتخذ قرارنا بحسب المصالح التي سيجلبها هذا الملف لنا نحن كدولة؟ طبعا هو من باب السماء فوقنا أنه عندما نتحدث عن العلاقات الدولية أساسها هو المصالح، والمصالح ليس بالضرورة أن تكون اقتصادية، بقدر ما ممكن أن تكون حقوقية، بقدر ما ممكن أن تكون إشاعية. وبالتالي لا أعتقد أن السويد تبحث لها عن مصالح اقتصادية سواء داخل الجزائر سواء أيضا حتى داخل المغرب، ما دام أن استثماراتها داخل هذين الدولتين سواء عن طريق تصدير أو استيراد لا ترقى إلى مستوى كما قال الزميل حسن علاقتنا سواء علاقة المغرب بأوروبا حتى الجزائر يعني بأوروبا. وبالتالي فلا أعتقد أن هناك مصالح اقتصادية قد ترهن الاعتراف أو محاولة الاعتراف في هذا السياق. هل تكون الورقة الاقتصادية فاصلة في هذه المسألة من أي جانب؟ أنا عندي مدخل، هو أنه بالنسبة للدبلوماسية المغربية لو استغلت يعني علاقتها بالخليج وخصوصا القطريين والسعوديين وايضا حتى الامريكيين في هذا الملف، أن ممكن انه المغرب يكسب. والدليل هو انه كان لما حاول الامم المتحده انها تعترف او تعطي مهمه اخرى للمينورسو في حقوق الانسان، فكان الدور السعودي والدور الخليجي يعني دور كبير وساعد الدبلوماسيه الكبيره. فحبذا لو انه الدبلوماسيين ديالنا يحاولوا يستغلوا هذه العلاقات، القرب والجوار والاخوه والعلاقات الصديقه مع دول الخليج من اجل التاثير اقتصاديا على دول الخليج التي ترفض حاليا هذا التوجه السويدي، وايضا حتى انها ايضا ترفض حتى هذا التشتت وهذا التشرذم، يعني ليس في صالحها انها يعني تغض الطرف عن دويله في جنوب المغرب. حسن، هل تكون الورقه الاقتصاديه فاصله في مستقبل الملف؟ أنا أميل إلى الطرح الذي قاله سي منير الكتاوي، لأنه المصالح الاقتصادية في المغربية كما قلت يعني مصالح يعني ضئيلة جدا كما في الجزائر، مصالح السويد مصالح السويد. لكن هل مستقبلا ممكن أن تكون للسويد مصالح اقتصادية في الجزائر؟ ربما، نحن لا نعلم ما يجري في الكواليس، لكن لو استثمر المغرب علاقاته الجيدة مع قطر بالخصوص والإمارات العربية المتحدة بالخصوص، لأن هذه الدولتين لهم يعني استثمارات كبرى في السويد. يعني لو استثمر المغرب علاقاته مع الدولتين هذه ممكن أن يكون ضغط ممكن تكون محاولة تلي السويد عن الاعتراف. طيب، ملف السويد هذا يعيد إلى الواجهة ويسائل الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية، الدبلوماسية الحكومية والدبلوماسية الحزبية التي قد تبدو أنها كانت نائمة في الفترة الماضية، إلى أن استيقظت ذات اثنين ووجدت السويد تستعد للاعتراف بها البوليزاريو، فكانت كما لو أنها تفاجأت. وتحدثنا في البداية أنه ليس هناك عمل استباقي من الأحزاب اليوم، الأحزاب المغربية. ملف السويد هذا إن أمكن أن نسميه ملف، إلى أي حد يعطينا صورة عن الدبلوماسية المغربية والتحرك المغربي في ملف الصحراء؟ هو لا يختلف اثنان حول أن الدبلوماسية الحزبية ضعيفة إلى حد كبير،
ولكن قبل ما نكمل السؤال، هو انه رجعوا للسويد، هو انه راه ما جاتش هكذا فقط من السماء، نزلت من السماء بهذا الشكل هذا، راه سبقتها عدد من المؤشرات. راه هذه واحد سنتين كان المحاولات، كان حزب اللائحه الموحده الدنماركي كان قدم نفس المقترح للحكومه الدنماركيه من اجل الاعتراف او نزل الاعتراف بجبهه البوليساريو، وقامت عدد من الجمعيات في الدنمارك بالاتصال بهذا الحزب هذا وباتصال بالحكومه، وتم ثني الحكومه عن الاعتراف بهذا الامر هذا. ورغم ذلك مادام انه الملف ديال الصحراء او النزاع في الصحراء هو بحال الماء كيشربوه البوليساريو، يعني كيفطروا به وكيتعشوا به وكيتيوا به وكيرقدوا عليه وكيوعوا به، وبالتالي فما يعني ما هزوش الرايه البيضاء وبقاو في نفس الحوض الاسكندنافي وانتقلوا الان للسويد. السويد حتى هي نفس الامر، ما جاش واعترفت، ماشي فقنا ذاتها اثنين ولقينا بانها السويد، ولكن هو كان حضور كبير المطالبين بالانفصال في الصحراء في هذه الدول الاسكندنافيه، اولا من خلال البعثات اللي كيقوموا بها بدعم من الجزائر، انها كتكون بعثات علميه خصوصا طلابيه شبابيه داخل هذه الدوله الاسكندنافيه، وايضا من ثم كربطوا علاقات مع المجتمع السويدي، خصوصا المجتمع السويدي اللي كنتكلموا عليه راه مختلف تماما اختلاف عن المجتمع المغربي. المجتمع السويدي مجتمع مدني بالاساس، عنده احزاب، ممكن احزاب تكون صغيره كنوصف صغيره وكنحتقروها، ولكن غدا وبعد غدا تصبح يعني في ذات مسؤوليه في الحكومه. مثل الموقع نفس الامر ممكن غدا ولا بعد غدا غادي نلقاو الان الحزب الجديد، هذا الرئيس الحزب الجديد اللي كان في بريطانيا غادي يعترف حتى هو، او غادي تطرح لنا مشكل معاه في الاعتراف بالصحراء وعدمها، خصوصا انه لما يعني تم انتخابه بدأ عدد من النشطاء ديال البوليساريو كيسربوا الصور ديالو هو حامل الرايه ديال البوليساريو، وبالتالي فدائما خصنا يكون عندنا هذه الاستباقيه. بالرجوع للاحزاب، انا قلت في البدايه هو انه للاسف ما عندناش خلايا وما عندناش مجموعات تفكير استراتيجي حول مساله الصحراء، وعدد من الأحزاب اليسارية هي عضو داخل الأممية الاشتراكية، والأحزاب الليبرالية أيضا هي عضو داخل الأمم الليبرالية، والأحزاب بين قوسين ذات مرجعية دينية حتى هي عندها امتداد إخواني داخل العالم ككل. وبالتالي فللأسف ما كنلاحظوش واحد النشاط ديال هذه الأحزاب هذه داخل هذه المجموعات أو داخل هذه الأمميات من أجل الحد من التحرك، أو على الأقل من أجل معرفة الاتصالات، لانه مادام حتى الاتصالات راه كتكون مباشره، وكتكون مثلا ممكن نكون انا وحدايا واحد الممثل ديال جبهه البوليساريو، راه ملي كنسالوا مثلا اللقاء راه كنشوفوا جلس مع واحد المسؤول اممي في هذه الدوله او البيت، فالمفروض انه يكون عندنا داخل هذه الاحزاب هذه خليه تفكير استراتيجي من اجل حل هذا المشكل الصحراء والادلاء بالدلو ديالها. بالنسبه للدبلوماسيه المغربيه، يعني خصوصا في قضيه الصحراء اللي هي قضيه يعني أولية على المغرب بصفة عامة، يعني كتشوفها دبلوماسية بين قوسين دبلوماسية عرجاء. دائما أنا ديما كنت واحد الوقت صورتها بواحد الشكل كاريكاتوري، بحكم أنني كنت رسمنا الكاريكاتير، هي واحد لاشاز، ودائما كاين واحد اليد اللي كتدفع، هذيك اليد كتقدر تكون هي يعني الملك هو الذي يحرك الدبلوماسية في المغرب. إلا ما جاتش الإشارة من الفوق الدبلوماسية راكده. هذا الشيء ماشي يعني في نوع من النسبيه، في نوع من النسبيه. هناك بعض الاحزاب كتقوم بمبادرات ولكن مبادرات محتشمه، وكانت يعني بعد الحسن الثاني كنت كتشوف مثلا الشبيبه الاتحاديه يعني كتمشي لا هي في بوليفيا ولا هي مثلا في مع تشافيز ولا الشبيبه الاستقلاليه نفس الشكل، وكتلقى كاين واحد المخاض وواحد الصراع ما بين الطرح المغربي والطرح ديال البوليساريو. فين هو هذا الشيء دابا حاليا؟ فين الحزب ما بقاش كيفكر حتى في الشبيبات بدات كتستقل الاحزاب، كتقلب حتى هي على تقرير المصير، كتحاول تنفصل شوف دير الحزب الله اعلم. بمعنى الواقع ديال الاحزاب في المغرب اللي هو واحد الواقع هش كينعكس على القرار الداخل ديالو. كيفاش هذا الحزب هذا اللي هو هش غادي يفكر كيف سيمونير يدير واحد خليه خاصه بالصحراء، وغادي حنايا نمشيو مثلا المنتظم الدولي سواء نقدر شي البوليساريو والجزائر كيستغلوا كره القدم مباراه ريال مدريد كيستغلوا كيهزوا لك علام الميساج وصل. حنا لا، حنا كنوليو كنديروا التعليق على ذاك العلام والليستيت كاتبين عليه وعاد باش واحد ردود افعال، وكتلقى واحد الوزير الى كانت عنده جرأه كيقدر يعلق على ذاك العلم اللي هي خطوه عاديه ولكن عندها ميساج. الجزائر والبوليساريو كيقوموا بجميع الطرق باش يوصلوا الفكره ديال الانفصال. جميع يحركون الشجر والحجر والبشر بما أتم. بالمقابل تقول الأحزاب عندنا ضعيفة. الأحزاب عندنا في المغرب
ما عندهاش ما اعطيني شي حزب في المغرب عنده مشروع قدمه خاص بالصحراء وسهر باش يطبقوا شي. حنا كنشوفوا غير في البرلمان مثلا ملي كتلقى قضيه الصحراء ملي كتطرح كتلقى ارتجال. البرلمان اللي كتكلم على قضيه الصحراء ما عرف الصحراء، ما عرف حتى المعاهدات اللي دارت فيها ولا القرار الاممي كيفاش دايره كيتكلم الصحراء. كاين الهاجس الوطني كاين، ولكن الاليات باش اننا نفعلوا باش اننا ندافعوا ما كاينش. المتابعه الاستراتيجيه اللي تحدث عنها غير واحد المساله هو حتى يعني لا نحمل الاحزاب ما لا قدره لها، هو انه حتى عهد قريب كان هذا الملف محتكر لدى وزاره الداخليه ولدى الاجهزه المعنيه، وبالتالي فكان واحد الانغلاق ديال هذه الجهات هذه على هذا الملف ديال الصحراء في عدد من المواقف. الان مؤخرا بدا واحد التململ، كان هناك خطاب ملكي واضح، بدا تململ وبدا الجمعيات كتهتم بهذه الامر هذا، وبالتالي فهذا لا يعفي الاحزاب انها فعلا تتحمل المسؤوليه ديالها. هذا امر ايضا. ماذا عن الدبلوماسيه الرسميه؟ الدبلوماسيه الرسميه الحد انا قلت لك الخطا الخطير اللي وقعنا فيه هو انه ليس لدينا سفير في السويد، وبالتالي فهذا اعتبره شخصيا ربما الجهات المعنيه تقديراتها هذا الامر ما ممكنش يخفى عليها، ولكن كمتتبع وكملاحظ ان هذا الامر خطير للغايه. فالمفروض هو انه هذا الامر هذا ديال السفير ما كاينش في هذه البلاد هذه تراجع، خصوصا وانه حتى الخطاب الملكي الاخير كانت توجيهات واضحه وصارمه للسفراء، وكانت اعاده الجدول، اعاده التوزيع الجغرافي ديالهم واعاده توزيع المهام ديالهم من اجل يعني تحمل مسؤوليتهم. فما مهما كانت هذه الجمعيه المدنيه او عدد من الجمعيات المدنيه داخل هذا القطر او ذاك متحركه ونشيطه، فلا بد انه تكون ديك القبعه الرسميه اللي عندها مخاطب رسمي وعندها واحد الحضور وعندها واحد الثقل داخل هذا البلد المعين. للاسف هو انه حتى هذا البروفايل ديال السفير ما عرفش انا كيف يتم الاختيار ديال سفير معين وهو لا يتقن حتى لغه ذلك البلد ولا يعني ما عندوش حتى ثقافه داخل ذاك البلد، وغير كيمشي كيسد عليه ما كيستقبل الناس المواطنين المفروض انه بالدرجه الاولى كجاليه مغربيه مقيمه في ذاك البلد، ولا حتى ايضا يقوم بخرجات. حنا كنشوف مثلا غير السفير الامريكي عندنا هنا في المغرب كيمشي لشي مناطق اللي ما مشاش لا بنكيره بنفسه، كتلقى فاعل كتلقاه كيطلع للجبل وكيهبط للمدشر وكيمشي للصحراء وكيمشي لهنا وكيتحرك. هذا هو الدور ديال السفير هو انه يعرف منطقه الملعب اللي كيلعب فيها باش كيرفع تقارير للدوله اللي صاحبه. كان المشهد غادي يكون سوريالي وشويه يعني غريب وكاريكاتيري لو انه افتراضا انه تم الاعتراف، وحنا كنعرفوا بحال هذه المواقف الدوله كتسحب سفير ديالها، المغرب ماشي يسحب. يعني خصو الموقف مشاو احتجوا على السفير على السفاره السويديه في الرباط. ربما الامر اللي كان هو انه كان اغلاق هذا المحل التجاري هذا ديال اللي تابع ديال الاساس اللي تابع للسويد وانه اعتبر بانه ربما خطوه متسرعه ما كانت عدم قانونيه هذا الامر هذا، ولكن هناك تغاضي تم ايضا تشجيع الاستثمار، وهذا في ايضا رساله للاخر وانه ربط الاستثمار بالسياسه، وهذا امر ما مطرحش الالف ديال العولمه وفي ديال الانفتاح العالمي الان. المفروض هو انه عندنا واحد المستثمر دولي مهما كان حجم الاستثمار ديالو، خصوصا حنا الان كنعرفوا عدد من الدول التي تتحيل الفرصه من اجل يعني جلب هذا الاستثمار وحث هذا الاستثمار. حنا شفنا غير مؤخرا في عهد بن علي كيفاش كانت الاستثمارات في المغرب تسحب من مراكز الجهه والاستثمار وتهرب لتونس، والان حنا باقي ما سلمناش، يعني باقي عندنا عدد من المشاريع المعطوبه اللي المفروض انها تخاد فيها الامور بجديه. هو الخطير في هذه المساله ونقص الخطر الذي يجب ان نتوقف معه في المساله الضغط بالورقه الاقتصاديه والاستثمارات وانعكاسها على الدول الأخرى. اليوم صحيح هناك تعثر انطلاق متاجر إيكيا، هناك مشاكل مع مصنع سيارات فولفو، بما أنهم سويديين وبما أنه تزامنت مع هذا المشكل فلا بد من ربط الاقتصاد بالسياسة، وإن كان الموقف الرسمي المغربي يتحدث عن مسطرة إدارية واضحة، ليس موقف رسمي للدولة بالقول أنه نظرا للخلاف السياسي نقطع التعاون الاقتصادي والسياسي، ولكن تفهم هكذا. أنا أتساءل عنه هو أنه ربما والملك تحدث وقال أن المغرب لا يمكن أن يقدم على مغامرات غير مسؤولة. اليوم لما تمنع الاستثمارات السويدية وتضع أمامها عراقل ومشاكل، هذا قد يكون بمثابة مؤشر قلق لدى دول أخرى تريد أن تستثمر في المغرب بملايير الدراهم، ولما تجد هذا المشكل وقع مع المستثمرين السويديين تقول غدا أو بعد غد يكون هناك موقف سياسي معين
ضد القضية الوطنية في المغرب تتعثر استثماراتها، وربما هذا سيتسبب في رحيل الاستثمارات هذه لدول أخرى. وأنت قلت منير بأن هناك دول ثانية تترصد الاستثمارات الخارجية، خصوصا لو عرفنا أنه هناك قاعدة اقتصادية تقول بأن رأس المال جبان. فما دام انه هذا راس المال اللي غادي يوظف داخل الاستثمار داخل المغرب شاف بانه الاوضاع ممكن انها عندها ارتباط بالسياسه، فهذا مش انه يقلق، والقلق غير صالح للدوله المضيفه. وبالعكس الاستقرار الموجود في المغرب هو اللي جلب استثمارات مهمه في الفتره الاخيره. قراءتين المساله فصل الاستثمار بالسياسه كان في قراءتين، خصوصا في القضيه ديال الكيا وديال فولفو. كاين اللي شاف ان مزيان ان المغرب يدير الخطوه ديال الكيا ويدير الخطوه ديال فولفو، رغم انه يعني ماشي رسمي، ولكن التزامن عطانا الربط، هو ربط منطقي. الربط مادام يعني كان بامكان هذه الوثائق تجي قبل من شهر دابا، ولا تجي من بعد شهر، ما تجيش في ديك اللحظه اللي تحرك اليوم الموالي. وقضيه ديال الفولفو كان كيقول لك انه مزيان المغرب يبين على انه ما عندوش مشكل يقدر يضرب الاقتصاد، اللي عنده قضيه وحده متوجه لها ما كيهموش هذا الشيء. ولكن كاين قضيه اخرى هي تخلي الاخر اللي باغي انه يستثمر ينفر، لان كيولي كيعتبر ان السلطه مزاجيه، لانه يتخوف من مناخ الاستثمار في الدوله. مناخ الاستثمار هو مضطرب، عنده مناخ مزاجي. السلطه السياسيه في المغرب مزاجيه، الا درت معها غادي تعطيني، ما معاش ما تعطينيش. هذا الشيء ماشي هذا في الاصل الامر غير صحيح، ولم نعهد في الفتره الاخيره. ربما هذا الامر مع حتى مع الجزائر التي تستضيف البوليزار داخل اراضيها. هناك عدد من المستثمرين الجزائريين اللي كيقوموا بشكل عادي بالاستثمارات ديالهم، سواء كان مرتبط كانت يعني استثمارات تبع الحكومه الجزائريه او ذات هناك شبكه تبادل تجاري مفتوحه يعني مع الجزائر. حتى المفروض هو انه المغرب اعتقد ربما انه الناس اللي قاموا بهذا الاجراء هذا كانت عندهم تقديرات قد تخفى علينا، ولكن كيف ما قلنا كمتتبعين تبدو الصوره ذات بعد تسرع اكثر منه بشكل ربما يفهم حتى المسؤولون المغاربه الرساله الملكيه التي بعث بها للامم المتحده لتذهب الى نيويورك وتعود الى الرباط، ويفهموا انه لا يمكن ان نقوم بمغامرات غير مسؤوله. دعوني نتحول بكم من هذا الى الشان المحلي بعد الانتخابات. قبل الانتخابات اسمح لي الزميل الكريم، حتى الخطاب الملكي في غير من مره يتحدث عن توظيف راس المال البشري وتوظيف الطاقات البشريه. عدد من الطاقات البشريه خصوصا مثلا نتكلم عن العائدين من ان الوطن غفور رحيم الى الان، عدد من العائدين اللي رجعوا، وعائدين يعني من الدرجه الاولى كانوا قياديين عسكريين وكانوا قريبين من مركز صنع القرار داخل جبهه البوليساريو. اين هم الان؟ فقط ربما البعض منهم تقاعد، وربما البعض منهم ارتكن الى الزاويه، كيشوف بانه الاوضاع ما هياش هي هذيك، فكيشوف المفروض انه الدوله توظف هذه الطاقات البشريه الصحراويه للدفاع عن ملف الصحراء. فيعني ان الوقت انه نرفعوا الستار او نرفعوا الحجاب على هاد العائدين، خصوصا انه بعض العائدين اللي عندهم طاقات كبيره، وايضا حتى التوظيف ديالهم داخل سفارات المغرب في الخارج يعني ضروري انه يتعاد النظر، لان عدد من السفراء الذين ربما اعيهم الزمن المفروض انه تعاد التعيين ديال السفراء صحراويين جدد في هذا المركز، خصوصا الدول الاسكندنافيه. فراه السويدي او الاسكندنافي ملي كيتكلم معه واحد صحراوي وكيقنعوا بهذاك الطرح ديال الاستقلال او الطرح ديال تقرير المصير، وكيجي واحد ربما بلا ما نسمي الامور ما عنده حتى علاقه بملف ديال الصحراء وكيتكلم معه، فكتكون الحجه ديالو ضعيفه. نعطيك غير مثال، يعني الاولى ان يكون من اصول صحراويه. اسمح لي غير نكمل هذه الفكره هذه سي حسن. انا شخصيا حضرت في مكتب ديال نقابه هيئه المحامين في المغرب، يعني هذو قشده المجتمع، قش ديال المجتمع المفروض انهم يكونوا على بينه قانونيه ودبلوماسيه بملف الصحراء، كانوا في العيون يجتمعوا وكيتكلموا على الوحده الترابيه وعلى الملف ديال الصحراء. فصدقني سي كريم، هذا نقيب ما نسميش، خرجت انا وياه في شارع سماره، بانت له السياره ديال الامم المتحده. قال لي سي منير، هذه سياره الامم المتحده اش كيعدلوا هون؟ قال لي شنو كيديروا السياره الامم المتحده؟ تخيل هذا جاي، هذا محامي ماشي محامي، نقيب ديال المحامي، ما ضابطش الملف ديال الصحراء، ما عرفش علاش السياره ديال الامم المتحده تتجول في العيون وفي سماره وفي الداخله. فكيف بنا انه نتكلموا على انه هذا المجتمع المدني وهذه النخبه ديال المجتمع انها تدافع على ملف الصحراء. سي منير، هذه القضيه اللي قلتي الاشكال اللي حصل عندنا، وغادي نرجعوا ثاني للدبلوماسيه. الناس الانفصاليين بالدرجه الاولى كتلقاهم متكونين لواحد الدرجه لا تتصور، وتكوينهم تكوين خاص، المام كبير بالقضيه اللي كيدافعوا عليها.
كتلقى ملي كيتكلم مع السويدي يتكلم معه بلغته، ملي كيتكلم في امريكا التي يتكلم باللغه ضابط الملف بحذافيره ويدافع عنه، وربما حتى ملي كتشوفه كيدافع كتشوف الزبد فمو قضيه تجري في دمائه، رغم انها قضيه هو عارف انها قضيه يعني غير عادله، ولكن حنا اللي عندنا قضيه عادله. المغربي اللي عنده قضيه عادله دبلوماسي ما عارفش، ما ضابطش الامور ديالو، ما عارفش تاريخ النزاع، ما عارفش شحال شكون هما القاده ديال البوليزاريو، لا عارف عبد العزيز المراكشي وعارف واحد 3 ولا 4 ولا عارف، ما عارفش شكون هو كيفاش الجهاز الاستخباراتي الجزائري كيفاش كيمول هاد الناس ديال البوليزاريو، كيفاش كيمول هاد الجمعيات اللي كيتحركوا، كيفاش كيمول هاد الناس كيمشيو يقراو مثلا في امريكا اللاتينيه، ما ضابطش الامور. كيفاش بغيتي انه ملي كيتواجهوا جوج ديال الاطراف، مغربي وواحد من مثلا جزائري دار في بوليزاريو برا، كيفاش بغيتي كتكون الكفه دائما مائله للطرف الاخر؟ علاش؟ لان الاخر ديما كيسوق نفسه على انه هو صاحب قضيه وانه مهضوم الحقوق وانه ضعيف وانه هنا، والمغربي يعني كيلقى راسو انه يعني في ورطه. علاش؟ انه ما ضابطش الملف. وقعت الكثير من البرلمانيين كيمشي، ولات دابا ولات قضيه معروفه مثلا عندنا كصحفيين ان وفد برلماني غادي يمشي مثلا غادي يمشي للفنادق المصنفه، غادي يمشي يتسالى وغادي يجي يلتقط الصور وغادي يجي، ما يجيبش معاه واحد الاجنده، ما غاديش معاه باجنده وما يجيبش معاه واحد التقرير شنو وقع. وقعت كثيرين ووقعت فضائح يعني فضائح غير. ولكن وعلى العموم يعني حتى دبلوماسيتنا حنا كنلاحظوا يعني على مر الله على ديك الاجنده انه كنلقاو في افريل، يعني قبيل افريل فين كتحرك الدبلوماسيه، كنتظروا داك التقرير ديال الامم المتحده كيصدر في اليوم المولي كنرقدوا. هذا خطير للغايه، الناس ما كترقدش، البوليسار ما كيرقدوش، كيرقدوا على الصحراء وكيوعوا عليها، كيتيو عليها، حتى كما قال زميل حسن حتى مباراه كره القدم كيستغلوها قضيه يوميه. يعني بالعكس لنا بالنسبه لهم فعلا هما ما عندهم لا شباط لا بنكيران لا وداد لا رجاء، بالنسبه ليه هو الشغل الشاغل ديالو هو الصحراء، اي حاجه انه يسعى انه يشوش بها الموقف ديالو سواء داخليا سواء خارجيا. على ذكر الداخل، فمهما قيل عن السويد او جميع الدول فاعتقد بانه المشكل ديال الصحراء هو يحل داخل الاقاليم الصحراويه، داخل سماره والعيون وبوجدور في الداخله. فمهما كانت الحقوق المواطنين ككل المغاربه ككل بما فيهم الصحراويين، فلا بد بيا على انه المشكل غادي يتحل تماك، وحتى الا كانت عنده ابعاد اخرى ممكن انه ما يكونش بمثل هذه الابعاد الدوليه ككل. هذه النقطة التي نصل لها الآن، أنه الحل ينطلق من الداخل، وأن الحل بين الصحراويين بداية بينهم، لأنه من في تندوف هم صحراويون إخوة وأبناء عم للصحراويين الذين في الأقاليم الجنوبية، ولهم قرابة أيضا مع مغاربة الشمال، وفي نهاية المطاف العرق واحد. فقد جاءت الأقدار أنه قبل 40 سنة أن تنشأ مخيمات في الأراضي الجزائرية، وأن ينقطع حبل الود بين الأسر والعائلات الواحدة. اليوم المغرب يقترح الحكم الذاتي في المنطقة، ويبدأ قبل الحكم الذاتي بالجهوية الموسعة، وبعد انتخابات 4 شتنبر أصبح المغرب ب 12 جهة، 3 منها في الأقاليم الجنوبية، جهوية متقدمة وصلاحيات كبيرة للجهة، وهي تمهيد للحكم الذاتي. إلى أي حد هي بداية الحل والانفراج في الأزمة في أفق الوصول للحكم الذاتي وتسيير الصحراويين لشأنهم المحلي بأنفسهم؟ وفعلا انه كان المغرب يعني قبل من هذا الحكم الذاتي دار واحد التعديلات، مثلا تم الحاق سيدي افني بجهه القلميم والذنون، وايضا الحاق سماره بجهه العيون سماره، والابقاء على جهه الداخله. يعني بالتالي يعني وضع النصاب داخل هذه الاراضي، هذه ما يسمى بأراضي النزاع الآن هي جهتين متكاملتين بما فيها السمار بطبيعة الحال. وبالتالي فالجهوية المتقدمة الآن حنا كنتكلموا عليها فقط كإطار نظري لحد الساعة. القانون الجهوي يطبق على على الجهات 12 ككل، حتى الآن لم يتضح لنا المعالم الكبرى ديال هذه الجهوية المتقدم، فقط هو كيف ما قلت كلام. ولكن المفروض هو أنه أعتبره هو بداية حل، مادام انه ركزنا واتفقنا على اساس انه الحل ديال مشكل الصحراء داخل السماره وداخل العيون وداخل بوجدور وداخل الداخله، فالمفروض ان هذه المناطق هذه تعيش، ما نقولوش انها تمايز، تعيش واحد بحبوحه من الديمقراطيه او واحد الواحه من الديمقراطيه، ولكن
شئنا ام ابينا للمنطقه خصوصيتها التاريخيه وخصوصها في النزاع. وهذه هي الجهويه في المغرب. الملك تحدث عن جهويه تحترم خصوصيه كل المنطقه، لانه الشرق له خصوصيه والشمال له خصوصيه والوسط له خصوصيه وسوس لها خصوصيه، لابد من احترامها في نهايه المطاف لكل جهه. الى اي حد دخولنا في الجهويه والتمهيد للحكم الذاتي هو حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا برايك حسن؟ هو مدخل للحل، انه تقسيم الصحراء الى جهتين، يعني هو تم وضع واحد الاطار بحال رسم الحدود. حاليا الاشكال فين كاين هو في هذه الاحزاب اللي غتدبر هاد الجهتين، الشأن المحلي لهذه المنطقه. واش غتراعي الخصوصيه؟ واش غادي تعطي واحد الجرعه من الديمقراطيه؟ واش غادي تعطي واحد الجرعه زائده من حقوق الانسان؟ هذه اللي محتاجها المنطقه حاليا، لانه كاين واحد الملف اللي يطبخ في الطرف الاخر ديال حقوق الانسان وديال الديمقراطيه. هاد الناس اللي غيدبروا الشأن المحلي واش غادي يراعيوا لهذه الخصوصيه؟ واش غادي يعطيونا جرعات اكثر لهذه الحقوق الانسان والديمقراطيه من غير تفعيل الشأن المحلي وكسب ثقه المواطن الصحراوي في المؤسسات؟ طيب بين قوسين، يعني هاد الناس الشأن المحلي اللي ضابطين التفاصيل ديال المشكل، خاصهم ماشي الاقتصار فقط على المنطقه، على جوج جهات فقط، بل الاشتغال حتى في العمق الجزائري، لانه هما الاكثر ضبطا للملف. لانه نعطيك على سبيل المثال، هناك كره، يعني القرار الاخير للامم المتحده رمى واحد الكره، يعني يعطى سماتش للمغرب والمغرب ما عرفش ليه، هو ديال المساله ديال الاحصاء السكان ديال تندوف. تعطى كل شيء طبل ليه في الاول، ولكن كل شيء سكت عليه، حتى الناس ديال الصحراء سكتوا عليه، رغم ان هذاك هو مدخل كبير جدا. يجب ان تكون ورقه صداقه وان يتابعها المغرب بشكل يومي. ملي كتقول الاحصاء ديال السكان، واش كتلقى بانه الجزائر يعني مجنسه ناس يعني في التندوف بجنسيه جزائريه، وكتلقى عاوتاني فيهم ناس ماليين وفيهم ناس حتى الرقم المصرح به غير الرقم الحقيقي. طيب انتخابات الرابع من شتنبر شهدت مشاركه قياسيه في الاقاليم الجنوبيه في التصويت، ونسب فقط المعدل الوطني اللي كان 54%، في بعض مكاتب التصويت وصلت 70 حتى 80%. بالمجمل في الأقاليم الجنوبية الثلاثة كانت هناك نسبة مرتفعة جدا. هل هذا مؤشر على انخراط المواطن الصحراوي في المشروع المغربي والمؤسسات المغربية حاليا؟ هو مادام أنه في البداية تكلمنا أن كل منطقة عندها خصوصية، فالجهات الصحراوية الثلاث عندها خصوصية، وخصوصية قبلية بالأساس، وبالتالي فلا صوت يعلو فوق القبيلة، إلى درجة أنه حتى يعني المواطنين أو الناخبين لما يكونوا في الخارج، يعني الصحراويين، لما كتأتي هذه المحطات الاستحقاقية بالعكس كيدخلوا للمغرب وكيشاركوا في الانتخابات. علاش؟ أولا وطنيتهم، وثانيا أنه كاين ولاد عمهم، وبالتالي فما زال هذه اللحمة القبليه هي السائده بين المواطن، وهذا اللي كيجعل انه انتخابات كتعرف واحد المشاركه كبيره يعني بارقام قياسيه، والدليل هو هذه الارقام اللي صرتي. وبالتالي فالاحزاب لحد الساعه داخل الاقاليم الصحراويه ليس لها حضور كبير بالمقارنه مع اقاليم الشمال، بقدر ما هناك حضور للقبيله، الى درجه انه ممكن واحد شخص معين انه يترشح في هذا الحزب هذا ويحوز على الاغلبيه، ويمشي لحزب اخر اللي هو اقل المستوى ويحوز على نفس الاغلبيه ان لم اقل اكثر. وبالتالي فلحد الساعه الارتباط في الاقاليم الصحراويه هو للقبيله اكثر من المواطن الصحراوي كمجتمع بدوي بالاساس يتطور شيئا فشيئا. ربما يجب ايضا استغلالها في القضيه الوطنيه، ما دام هناك ثقه في الاعيان، في الشيوخ، في القبائل. لهذا السبب علاش قلت انا تندوف هم ابناء عم واخوات. هذا السبب علاش قلت انه الحل في الاقاليم الصحراويه فالمفروض هو انه تكون دبلوماسيه شعبيه اكثر. أنا تكلمت مع عدد من الزملاء الصحفيين داخل الأقاليم الصحراوية اللي عندهم مبادرات كبيرة، مبادرة من أجل مد الجسور. وما تنساوش بأنه الأمم المتحدة لما كان وقف إطلاق النار في 1991 كانت من بعد مبادرات ديال الإجراء وبناء الثقة. هذا بناء الثقة من بينها هو التواصل الشعبي، وحنا لاحظنا كانت فيه ايضا مثلا المفاوضات المباشره بين المغرب وجبهه البوليساريو، وايضا هذا لا يمنع انه يكون لقاءات، وكانت فعلا وان لم تكن مصرحه في اسبانيا وفي الجزيره الكناري بين اطر صحراويه
من الداخل واطر صحراويه من مخيمات تيندو. فهذا من شانه انه يحل الملف، ما يبقاش عنده ذاك الطابع ديال التشنج. فمهما قيل عن جبهه البوليساريو فهذوك ولاد عمنا، يعني حنا ولاد عمهم، يعني ما ممكنش نعتبرهم مرتزقه ونعطيهم هذه الاوصاف ديال الانفصال اللي هي اوصاف قادحه بقدر ما هو هناك من هو سبب او لاخر تم التغرير به ضدا عن رغبته فعلا، ويريد ان يلتحق بالمغرب، لكن الحدود مغلقه والجزائر مع البوليساريو وكاين اللي كيبغي يجي للمغرب، ولكن ملي كيشوف الاوضاع داخل المغرب لا تبشر بخير عنده بعض الاخر، فكيشوف انه يبقى في المحل. وحتى الصحراوي بدنا نعرفوا طبيعته هو انه ما عندوش ارتباط بالمكان قدر ما عنده ارتباط براحته في الافق السعدي. طيب اللي ننهي وفي سياق الحديث عن انتخابات رابع من شتنبر على المستوى الوطني وبشكل عام، افرزت لنا حقيقه واضحه وثابته ان هناك قطبين سياسيين متنافسين وتراجع لاحزاب كلاسيكيه مثل الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، وصعود واضح لحزب العداله والتنميه في منافسه على مياده مع حزب الاصاله والمعاصره. المستقبل ماذا يحمل؟ الحزبان معا تقاسما أغلب عموديات والمجالس المحلية ورئاسات الجهات. هذه النتائج التي أفرزتها انتخابات رابع من شتنبر كيف يمكن أن تؤثر على موازين القوى بين الأحزاب، خصوصا أن الحزبين الفائزين بالمركزين الأولين وبالأغلبية في المدن، واحد من الأغلبية يدبر الحكومة ويقودها، والآخر يقود المعارضة البرلمانية. ربما أنا كنشوف أن الانتخابات ديال 4 شتنبر هي اصلا انتخابات كانت عطاتنا عنصر ديال المفاجاه اللي هو نسبه المشاركه بارابور اللي كان كيوقع. كنا كنشوفوا قبل 40% 37 الى غير ذلك، تقريبا 53%. يعني هذا رقم كبير. اللي كاين هو انه المشاركه اعطتنا شيء عدد الاصوات عطتنا شيء، ولكن التحالفات عطتنا اشياء اخرى. هذا هو اللي ربك ربما هذه الانتخابات، لان كتلقى لا يعقل ان حزب العداله والتنميه اللي حتى الرتبه الاولى على مستوى الانتخابات عدد الاصوات في الجهات كيحصل على مقعدين رئاسة جهتين، رئاسة جهتين، وعندك حزب الاصاله والمعاصره اللي كيحصل في الرتبه الثانيه اللي كيحصل على 4 على خمسة يعني رئاسة ديال الجهات. هنا كيبين لك انه كاين واحد المنطق ديال التحالف يعني ما في نهايه المطاف نقول انه مش اخلاقي. الانتخابات اعطتنا انه اقوى حزبين هما الاصاله والمعاصره والعداله والتنميه، تحالفات. ولكن ما يمكنش نبنيو حنا الاصاله والمعاصره حاليا والبي جي دي ونقولوا لا الانتخابات التشريعيه الجايه. الانتخابات الجماعيه شيء والانتخابات التشريعيه شيء اخر. الانتخابات التشريعيه استراتيجيه خاصه والانتخابات التشريعيه عندها استراتيجيه خاصه. غير هو اللي كاين تقدر تكون هذه مؤشر يبان لك شنو هما الاحزاب اللي ممكن يتصارعوا، ولكن اللي خص تعرف ان الانتخابات التشريعيه اغلب المواطنين كيصوتوا تقريبا للحزب. في الانتخابات الجماعيه الناس كتصوت للاشخاص، خصوصا في البوادي وفي واضح. منير كتاوي، اختم معك. انتخابات الرابع من شتنبر تفرز العداله والتنميه والاصاله والمعاصره، الحزبين الحديثين، الاصاله والمعاصره بدايه الالفينات، العداله والتنميه في التسعينيات، وحزبان تفوقا على احزاب كلاسيكيه وتاريخيه في المغرب ناضلت طويلا حتى قبل الاستقلال. اي قراءه ممكنه لهذا؟ وهل يمكن ان نقول بان هذه الخريطه المستقبليه وتزكيه تقدم العداله والتنميه في منافسه مع الاصاله والمعاصره وتراجع للاحزاب الباقيه؟ نعم، هو اذا تحدثنا عن حزب الاصاله والمعاصره هو حزب اللي جاب عدد من المستشارين سواء الجماعيين او البرلمانيين للحزب ديالو، وبالتالي فهو تكتل ديال مجموعه ماشي احزاب ولكن مجموعه افراد كانوا نشطاء داخل هذه الاحزاب، وبالتالي فممكن هذه المرتبه ديالو تكون مفهومه مادام انه كل مستشار او كل نائب برلماني جاء مع واحد كتله ناخبه معينه. ولكن العكس بالنسبه لحزب العداله والتنميه، فعلا هو حزب جديد وقبل ما كانش عنده مشاركه انتخابيه متميزه، ولكن غادي بتدرج يعني من 12 نائب برلماني الان الى حدود 105 107 ديال البرلمانيين، ومازال المستقبل ممكن يعطيه اكثر. وبالتالي فحتى التفوق ديالو هو ما
فعلا ما ممكنش نقص من كفاءة ديال هذا الحزب في التنظيم ديالو، في الاخلاق ديالو، في الالتزام ديالو، ولكن هذا ايضا ناتج عن ضعف الاخر وترهل الاخر يعني، وتذبذب مواقف الاخر هي اللي جعلت انه تعطي هذه القوه، هذه الاشعاع، الى حد انه بعض المتحدثين كيتكلموا على صوت عقابي ضد الاتحاد الاشتراكي وضد حزب الاستقلال وضد طيب، في 30 ثانيه وصلنا لنهايه البرنامج. الانتخابات التشريعيه التي ستعطينا الحكومه الجديده في 2016 ستزكي تقدم العداله والتنميه والاصاله والمعاصره متنافسين على المرتبه الاولى وتشكيل الحكومه، ام يستفيق حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وتقدم الاشتراكيه؟ ويصعب التكهن الان، باقي الحيز الزمني قصير جدا، اقل من سنه ونصف، ولكن يصعب التكهن ان حزب الاستقلال مثلا، خصوصا حزب الاستقلال سيراجع اوراقه لانه لن يرضى بهذه المرتبه التي حصل عليها. حزب العداله والتنميه يعني ينظر بحذر الى حزب الاصاله والمعاصره، ولن يرضى ان يحتل حزب الاصاله والمعاصره المرتبه الاولى في الانتخابات التشريعيه. حزب العداله والتنميه سيراهن اكثر على القواعد، على التجذر ديالو بارابور الاحزاب الاخرى اللي كتراهن على الاحزاب. اتوقع بانه ممكن حزب العداله والتنميه يدي اكثر، ما دام انه في ظل ضعف هذه الاحزاب، هذه ديال الاحزاب اليساريه والاحزاب الليبراليه بالاساس. تبقى المنافسه دائما مع الاصاله والمعاصره؟ دائما الاصاله والمعاصره، حزب العداله والتنميه. الوقت لن يكون كافي لحزب الاستقلال اللي يسترجع موقعه، لانه الفتره هي قصيره، ومن الان الناس خدامين على الانتخابات التشريعيه المقبله. أشكركما شكرا جزيلا لك منير الكتاوي، أنت صحفي مختص في الشأن السياسي في أسبوعية الوطن الآن وموقع أنفاس بريس. مرحبا بك معنا دائما من العاصمة. شكرا لك حسن عين الحياة، رئيس تحرير أسبوعية المشعل. بالتوفيق لكما في مساركما المهني وفي مؤسستيكما الإعلاميتين. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين عبر قناة العيون، وللزملاء التقنيين هنا باستوديوهات الشركة الوطنية للتلفزة المغربية عين شق، ولكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة في هذا الموسم الجديد من برنامج من العاصمة. إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة من العاصمة، هذا كريم حضري يحييكم. أطيب المنى وإلى الملتقى.